السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة بقى يا جماعة نعمل مع بعض غدوة بجد سهلة وسريعة وبسيطة جدا، ومش تاخد منك ولا وقت ولا مجهود، واحسن حاجة لكل حاجة تتعمل في حلة واحدة، ومكوناتها كلها عندنا في البيت بإذن الله. هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض الكبسة هعملها بطريقتي وبجد يا رب تعجبكم. يلا نسمي الله ونقول المقادير. معنا فرخة مغسولة بالملح والخل والليمون، ومعنا كيلو رز بسمتي، ومعنا بصلاية متقطعة صغير بالشكل ده، ومعنا عود قرفة واتنين ليمون مجفف وورق لورو وحبهان وفلفل اسود حصى وشوية قرنفل، وهنا 3 طماطم مبشورين بدون قشر، ومعلقة كبيرة بابريكا، ومعلقة كبيرة كاري، ومعلقة كبيرة كركم، وشوية ملح. اول حاجة هبدأ اجيب الرز بسمتي واغسله واحط فيه شوية مية واسيبه بالشكل ده، وبعد كده اجيب حله واحطها على النار واحط فيها شويه سمنه وشويه زيت. واول ما السمنه تسخن معانا اروح نازله بالبصل. ابدا بقى احمر البصله لغايه لما لونها يصفر، احنا عايزين لونها كده بني كده. كده خلاص بقت معانا بالشكل ده. هبدا بقى احط الليمون المجفف وعود القرفه والورق لورو والحبهان والفلفل الاسود الحصى وشويه القرنفل بالشكل ده كده، واروح نازله بالطماطم المبشوره وهنقلبها كده تقليبتين حلوين، وهنسيب كله يتشوح كده مع بعض مع البصل مع كل حاجه مع بعضيهم بالشكل ده كده. وبعد كده هنزل بقرن فلفل حراق. انا حطيته سليم، عايزه تقطعيه قطعيه زي ما انتي حابه، انا حطيته سليم بالشكل ده. وبعد كده هنزل بكل التوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن معلقه بابريكا ومعلقه كاري ومعلقه كركم والملح، واشوح كل ده تشويحه حلوه كده مع بعض. مش قادره اقول لكم الريحه يا جماعه، والله الريحه قلبة الدنيا بجد، ريحه فظيعه، ريحه التوابل كلها مع بعض فظيعه. ولغايه كده طبعا كل المكونات دي كلها عندنا موجوده في البيت، ما جبناش حاجه يعني زياده خالص على اللي موجود عندنا في البيت. وبقت معنا بالشكل ده. هبدا بقى انزل بالفراخ، طبعا الفراخ بحطها على الناحيه اللي فيها جلد بالشكل ده كده. وبعد ما حطينا الفراخ طبعا هنسيبها 3 دقايق كده ولا حاجه بعد ما اديناها صدمه، وهنبدا بقى نقلبها. وطبعا هتظبطي الملح بتاعك، هتبداي تشوحيها كلها مع بعض بالشكل ده. هنبدا بقى هنا عايزين الفراخ كلها تتشرب من الخلطه بتاعتنا، نشوحها كده كويس في الخلطه ونشربها كلها منها. طبعا زي ما انتم شايفين اول ما تبدا تتشوح تلاقي الفراخ كلها لونها اختلف معاكي بالشكل ده كده. هنا بقى هنبدا بقى نضيف عليها ميه سخنه مغليه. اوعي تحطي ميه من الحنفيه، ميه سخنه ومغليه. وهنا هنفضل نضيف الميه لغايه لما تلقي الميه مغطيه الفراخ كلها من فوق بالشكل ده كده. كده خلاص طبعا هتقلبيها وتظبطي الملح بتاعك وكل حاجه. كده خلاص انا هنا بقى هسوي الفراخ في الشوربه نص تسويه. انا هنا مش عايزه الفراخ تستوي تسويه كامله علشان طبعا ما تتهريش مني، عشان هكمل سواها مع الرز. زي ما انتم شايفين كده كده خلاص الفراخ دخلت على سوا، بدات اضيف الرز في الشوربه بالشكل ده. طبعا لو الشوربه عندك قيسيها كتيره بتبداي تنقصي منها شويه. احنا هنا عايزين الشوربه يا دوبك مغطيه الرز، تسويه الرز العادي بالظبط. كده خلاص الرز بدا يشرب الشوربه بتاعته، هبدا بقى اهدي عليه النار. وكده خلاص استوى معانا بالشكل الجميل ده. هنبدا بقى نقدمه في اي صينيه، اي سيرفيس، اي حاجه عندك كبيره زي ما انت حابه. هنبدا بقى نفضيه. وهنا بقى خلاص بعد ما فضيته بالشكل ده انا ضفت عليه شويه مكسرات. انا ضفت عليه فول سوداني وزبيب، انت ممكن تضيفي اي نوع مكسرات عندك. وشوفي بقى الجمال والحلاوه بجد فظيع والله يا جماعه، طبعا شكلها يدل على طعمها. وجربيها وقولي لي ايه رايك في الكبسه السعودي. الكبسه السعودي على اصولها،
بجد جربيها واستنى رايك في الكومنتات، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعه للقناه عشان يوصلك كل فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.